طيب زي ما انتم شايفين كده صاحبي الفلاتر جامده جدا، مش محتاج اقول لك اصلا. ده بص تاني فلتر عامل ازاي، ده الفلتر رقم 17 رقم 19 اقوى 20 فلتر لايت روم. والله العظيم انا مش عارف ابدا منين، بس انا بجد اصلا مكسوف اللي انا طالع اتكلم قدامكم. يعني انا بقالي اكتر من شهر غايب على القناه، ما نزلتش ولا اي فيديو حتى ولا منتدى اطمنكم عليا. ومش عايز اقول لك بسبب ان الريتش وقع، لا الحمد لله الريتش كويس جدا على القناه، وكويس كمان في اخر فتره. طبعا يا صاحبي عشان ما اطولش عليك، انا والله العظيم كان غصب عني، بس بجد مش هنغيب تاني. وجبت لك ان ارض 20 فلتر لايت روم هيعوضوكم عن الفلاتر التانيه. انتوا عارفين لما بازوكا يغيب بيرجع بفلاتر جامده جدا. كل اللي انا عايزه منك يا صاحبي، لو انت ما تعرفنيش فانا اسمي احمد محمد، بقدم لك محتوى الايديت ومحتوى الفلاتر. القناه رقم 1 في فلاتر لايت روم، فانت لو مش مشترك في القناه اتاكد ان انت عملت اشتراك دلوقتي. وفي الفيديو ده اعلمك ازاي تضيف ال 20 فلتر، ومش هتحتاج باسورد ولا هتحتاج اي حاجه. كل ده تعرفه في الفيديو بتاع النهارده، ومش هيعدي معانا ال3 دقايق. فاعمل لايك للفيديو ده ويلا بينا. بص يا صاحبي، كل الحوار كله هم 3 خطوات. رقم 1 اتحمل الفلاتر من الوصف، رقم 2 طريقه فك الضغط، رقم 3 تضيف الفلاتر لبرنامج لايت روم. هنبدا باول طريقه تحميل الفلاتر. هتدخل على اللينك اللي سابه لك في الوصف او في اول تعليق، وبعدين تحمل الفلاتر. هتدخل على اللينك اللي انا سايبه لك، وبعدين تنزل تحت شويه كده اقول لك لتحميل ال 20 فلتر اضغط هنا. هتضغط هنا يا صاحبي وتستنى الشريط يخلص، والفلاتر هتنزل معاك برابط ميديا فاير، رابط مباشر. طيب بعد ما تنزل نعمل ايه؟ هنروح بقى للخطوه الثانيه اللي هو طريقه فك الضغط بتاع الفلاتر. كل اللي عليك يا صاحبي هتدخل على برنامج RAR، طبعا البرنامج ده كلنا عارفينه. بعد كده يا صاحبي هتدخل على ملف الداونلود اللي انت المفروض ان الفلاتر نزلت فيه، هتلاقي معاك اهوت زي ما انت شايف كده. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكل سنه وانتم طيبين، ده انا نسيت اقولها في بدايه الفيديو. بعد كده يا صاحبي هتضغط على المربع ده كده وتعمل عليه علامه صح، وتضغط على السهم اللي هو باصص لفوق، وتضغط على كلمه موافق. اقول لك اكتب الباسورد، طبعا انا اقول لك الباسورد حالا. كل اللي عليك هتكتب 45 70، مش هقول لك بقى ايه استنى عشان تعرف الباسورد، لا الباسورد 45 70. احنا كده فكينا الضغط. المطلوب ايه تاني؟ المطلوب اللي احنا نضيف الفلاتر، ومش هنضيفها بالطريقه القديمه. ازاي يا عم بازوكا الكلام ده؟ طبعا انت في الطريقه القديمه ما كانش بيظهر ملف الداتا، وبتلاقي الفلاتر مش موجوده وحوار كبير. كل اللي عليك هتدخل على برنامج اللايت روم، وتدخل على اي صوره عندك. لو انت ما عملتش لايك اتاكد ان انت عملت لايك. بعد كده صاحبي هتدخل مثلا، وليكن مثلا هدخل على 20 فلتر اللي احنا نشرحهم دول، وبعدين هتضغط على اي صوره من دول زي ما انت شايف، وبعدين يا صاحبي هتضغط على كلمه بريسيت. تركز بقى عشان احنا هنضيف الفلاتر من داخل برنامج لايت روم. هتضغط على بريسيت، وبعد كده هتضغط على ال3 نقط دول، وبعد كده هتضغط على كلمه امبورت بريسيت. بعد كده يا صاحبي هتضغط على ال3 شرط دول، وتضغط على كلمه التنزيلات، المكان اللي احنا فكينا فيه الضغط. بعد كده هتلاقي الفلاتر زي ما انت شايف موجوده معاك، اللي هو مكتوبه صلى على النبي على افضل الصلاه والسلام. وهتدخل على 20 بريسيت، تضغط على واحد ضغطه مطوله، وبعد كده تضغط على ال3 نقط دول، وتضغط على كلمه اختيار الكل. هتلاقي حدد الفلاتر كلها زي ما انت شايف. كل اللي عليك هتضغط على كلمه اختيار زي ما انت شايف كده. لو خرجت يا صاحبي ال 20 بريسيت موجودين معاك. بس كده، ولا تروح لبقى ملف الداتا، ولا مش لاقي ملف الداتا، ولا مدير الملفات مش شغال. خلاص انسى الطريقه القديمه. احنا دلوقتي بقينا بتوع الاي اي، بقينا بنختصر اصلا. طيب زي ما انتم شايفين كده صاحبي الفلاتر جامده جدا، مش محتاج اقول لك اصلا. ده بص تاني فلتر عامل ازاي، ده الفلتر رقم 17 رقم 19 اقوى 20 فلتر لايت روم. طب يا صاحبي لو انت استفدت معايا ما تنساش تعمل لايك عشان تشجعني ان انا انزل فيديوهات بعد كده، وتقول لي كومنت كويس ايه رايك في الفلاتر. وسلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.